حكمنا هاشم الإبراهيم كانت أمام مصر وتنزانيا، وهذه هي البطولة الثانية له كتجمع بالتأكيد وين في المملكة العربية السعودية الشقيقة مع أخوانه حكام خليج، حكام عرب وحكام آسيا. وشوف الجمهور السعودي دائما الذي لم يبخل على منتخب بلاده بالتأكيد في التواجد في جميع البطولات. واليوم أيضا تجد أمامك في ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، هذا الملعب الجميل جدا صافرة البداية. بسم الله وعلى بركة الله يطلق صافرته حكمنا الدولي الكويتي هاشم الإبراهيمي لأول مرة للكرة الإماراتية. هذه عرضية سعودية يشوت، فرح الشمراني، فرح الشمراني كان ممكن يفرح هذا الجمهور الكبير، لكن لعبها عالية باستعجال. والله نزلت لك حلوة، والله نزلت لك حلوة. عودة لمحمد المنصوري، صراع الكرة وفيها حجز الكرة، معناها ضربة حرة غير مباشرة. رافع ايده حكم المباراة، حجز الكرة بالقدمين ممكن، ولذلك يوضح له ويعطيه القرار. تعتبر ضربة حرة غير مباشرة. شوف رافع ايده حكم المباراة هاشم الإبراهيم، وهنا الخطأ للمنتخب السعودي. اللعب والحارس شيلها، حارس يشيلها ويبعدها في وقت مناسب جدا، لكن لا زالت سعودية. وايضا علي الصفار للمرة الثانية الشوط الاول، حارس المرمى يبعد، لا زالت خطرة سعودية، خطرة. زياد الغامدي لعبها، لكن ايضا فوق العارضة. الدقيقة كبيرة، لكن احيانا الثقة توهق يا محمد برناوي. مرت هالمرة ومو كل مرة تسلم الجرة، خلي بالك انت اخر مدافع، لو خطفها خلاص، لو خطفها وياخذ مباريات. خطأ للمنتخب السعودي، حلوة ملعوبة، لافة، الله، جول سعودي. طلال حاجي اللي سجل على الكويت هدفين، الآن يسجل في الدقيقة 43، في الدقيقة 43 أول الأهداف، وبالرأس قوية من كرة ثابتة السعودية. نعم واصل هجومه، شوف الكرة الثابتة. يا سلام، لعبها حلوة زياد الغامدي. الله على رأسية طلال حاجي، والهدف الأول مع الدقيقة 43. نعم صادوا الطير وصادوا الهدف، والهدف حلو لطلال حاجي، لاعب مهاري. خطرة، جول، الله، لا زالت سعودية، الله، شالها من بطن الجول يوسف المرزوقي، هو صاحب الهدف. وين راية عبد الرحمن الكندري، مايد خميس. هذه سعودية، سعودي علي أهمي مع الاتحاد. حلو المرور سعودي، هو نفسه سلطان العيسى شالها وابعدها. آسيا الثالثة كرة إماراتية حلوة ملعوبة على الطاير على طول، لكنها علت العار. جميل، وهذه كرة اللعب منتخب الإماراتي. خلاص مش راضي الكرة يا الإمارات، ما هي راضية يا الإمارات. ولا زالت عيد الحمادي
خلاص خلاص الست دقايق خلاص يا هاشم الابراهيم. الوقت بدل ضاع، يقول عندي هو حكم مباراة، هو القاضي وموفق تماما في قراراته اليوم. شكرا لك على هذا الاداء التحكيمي الحكم الكويتي هاشم الابراهيم. وهنا كرة محمود البريه يلعب له كرة طويلة، وصلنا لسابع دقيقة، للدقيقة السابعة، دخول على الدقيقة السابعة. الامارات ضيعوا 3 فرص مؤكدة، انقطعت الان ومررت. حكم المباراة طالع ساعته، صفر خلاص. مبروك 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 للمنتخب السعودي. هارد لك المنتخب الاماراتي. اذا المنتخب السعودي يحقق بطولة الديار العربية لاتحاد غرب آسيا الثالثة للشباب 2024، وينضم للعراق بطلها في النسخة الأولى والنسخة الثانية والنسخة الثالثة هي سعودية بامتياز، التي احتضنت هذه البطولة من ملعب مدينة الملك فهد الرياضية تماما. وهذا الجمهور الوفد مبروك مبروك. هدف طلال حاجي دقيقة 43، كرة ثابتة لعبها له زميله